الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ومن باب تحذير البشرية من الفرق الضالة في البلاد اليمنية، لا تكن رافضيا أو باطنيا. وقبل الكلام اعلموا أن الله عز وجل فتح بلاد الفرس في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وانتشر الإسلام وعلى صيته وانهزم أعداؤه، فاجتمع أهل النفاق من المجوس والهنود ومن إليهم فأرادوا الطعن في الإسلام، فوجدوا أن مذهب الرفض كان قد ظهر، فرأوا أن هذا المذهب هو أقرب ما يكون لتنفيذ الخطة التي رسموها. فكان مبدأ ظهور الباطنية العبيدية القرمطية الذين قال فيهم الغزالي في كتابه فضائح الباطنية: ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر المحض، وهم أكثر من اليهود والنصارى، وقد استولوا على البلاد اليمنية فترة من الفترات، وسيطروا على كثير من البلاد الإسلامية. وكان مبدأ الغزو الصليبي للبلاد الإسلامية بالتمالؤ مع الباطنية. وفي زمنهم انتشرت البدع والخرافات والأضرحة والمزارات، فعدوهم الأول الصحابة رضوان الله عليهم. اجتمع الرافضة والباطنية في هذه الصفة الدنية، بغض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مع ما عندهم من الشركيات وعندهم من البدع والخرافات والضلالات، واستباح دماء الأنفس الزكيات، واستباح الأعراض الطاهرات المصونات. فكم حصل للأمة في الزمن القديم والحديث من هاتين الفرقتين الضالتين الغاشمتين السيئتين، الذين سموا بحمير الرافضة، بحمير اليهود، لكثرة نصرتهم لليهود والنصارى، والله المستعان. والمتعمق في دراسة المذهب الباطني يجد أنهم لا يؤمنون برب، ولا يؤمنون بنبي، ولا يؤمنون بكتاب، ولا يؤمنون بجنة ولا نار. وهذا الدين الذي نتدين به هو دين العامة. فالصيام عندهم كتم الأسرار، والحج عندهم زيارة الأضرحة، والليل والنهار علي وفاطمة، والشمس والقمر الحسن والحسين. وهكذا وافقهم الرافضة: الكوثر ذرية الحسن والحسين، مع أن التفسير للكوثر بأنه حوض النبي صلى الله عليه وسلم الذي يشرب منه الناس وفيه الخير الكثير. المهم أن هاتين الفرقتين وجدتا في اليمن في أعلاه وأدناه، وشرهم ظاهر ومكرهم بالعباد حاضر. وقد ظهروا مؤخرا الرافضة في الفكر الحوثي، والباطنية تواجدوا في صنعاء وفي حراز وفي جبلة وفي عدن وفي شمال البلاد في وائلة. وأما الرافضة فحدث ولا حرج. فعلى المسلمين أن يكونوا على حذر من هاتين الطائفتين المارقتين، فإنهما ليس في الإسلام في سرد ولا ورد، عباد قبور، طعن في ديننا، طعن في أمنا عائشة رضي الله عنها واتهامها بما برأها الله منه، وهذا بحد ذاته كفر أكبر مخرج من الملة، لتكذيب القرآن وللطعن في جناب النبي عليه الصلاة والسلام، إلى غير ذلك مما عليه الرافضة أهل الإجرام. ويظهرون أمام الناس بالغيرة والحمية والمحبة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وليسوا مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه في سرد ولا ورد. ومن الأبيات المشهورات عن الرافضة لا سيما الهبل وغيره يتغنى بها: العن أبا بكر الطاغي وثانيه، والثالث الرجس عثمان بن عفان، يا رب فلعنهم والعن محبهم، ولا تقم لهم في الحشر ميزانا، ثلاثة لهم في النار منزلة، من تحت منزل فرعون وهامان. انظر إلى شدة الطغيان. بل قرأت في بعض الكتب أن عمر بن الخطاب يعذب أكثر من إبليس ب70 مرة. يبغضون عمر بن الخطاب أكثر من بغضهم لإبليس، مع أنهم على طريقة إبليس. وأما أولئك الباطنية فمن القصائد المشهورة إليهم: تولى نبي بني هاشم وهذا نبي بني يعرب، أحل البنات مع الأمهات ومن فضله زاد حل الصبي، إذا الناس صلوا فلا تتعبي، وإذا صاموا فكلي واشربي، ولا تطلب الطوف عند الصفا ولا زورة القبر في يثربي، وما الخمر إلا مياه السماء، فحببت وقدست من مذهبي، أليس الغراس لمن ربه ورباه في الزمن الأجدبي، إلى غير ذلك من أمورهم الظاهرة ومن أمورهم الشهيرة. فنحذر المسلمين في البلاد اليمنية من هاتين الطائفتين المارقتين، كما نحذر جميع المسلمين في البلاد الإسلامية
وفي البلاد العالمية من عدم التأثر بهم والميل إليهم والرضا عنهم وغير ذلك مما يجب تجاههم من المنابذة والمهاجرة والتحذير والتنفير. وإن قام ولي الأمر على قتالهم قام الناس معه لوعد شرهم وتخفيف ضررهم، لأنهم ليسوا في الإسلام ولا من الإسلام في سرد ولا ورد، والله المستعان.